لأول مرة يؤكد مسؤول إيراني شراء طائرات سوخوي 35 الروسية. تأكيد جاء على لسان القائد في الحرس الثوري علي شادماني في ظل مخاوف غربية من تنامي التعاون العسكري بين إيران وروسيا. بحسب شادماني تقوم إيران بشراء الأسلحة لتعزيز قواتها الجوية والبرية والبحرية في وجه إسرائيل، لكن الخطوة تأتي بعد سلسلة الهزائم التي مني بها المقربون من إيران في كل من لبنان وسوريا. المسؤول الإيراني لم يفصح عن عدد المقاتلات وما إذا كانت طهران قد تسلمتها بالفعل، وكانت تقارير عدة أكدت أن إيران تستعد لتشغيل الطائرات المقاتلة الروسية الملقبة بملكة المقاتلات. مجلة ميليتري ووتش المتخصصة في الشؤون العسكرية أفادت بتقرير لها أن القوات الجوية الإيرانية بدأت في نوفمبر 2024 ببناء منشآت جديدة محصنة في قاعدة همدان الجوية التي تقع غرب البلاد وبالقرب من العاصمة طهران والعديد من المنشآت النووية. وكانت تقارير إسرائيلية تحدثت عن نقل روسيا الدفعة الأولى من مقاتلات سوخوي 35 إلى إيران نهاية العام الماضي، وتم استقبال هذه الطائرات في القاعدة الجوية بمحافظة همدان. يأتي هذا التطور بعد أن وقعت إيران وروسيا في وقت سابق من الشهر شراكة استراتيجية شاملة لم تتطرق إلى نقل أسلحة، لكنها أشارت إلى توطيد التعاون العسكري التقني بين البلدين.